عملت فطيرة السلطان يا بنات من غير ولا بيض ولا لبن ولا سمنة، وكمان ما سبتهاش تخمر. حطيت كده الخميرة يا بنات على طول بمعلقة ونص سكر، وبعد كده علبة زبادي، وبعد كده كيس لبن نيدو، وقعدت اقلب 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 اقلب. تمام، اقلبهم كويس قوي. بعد كده بتحطي 4 كوبايات دقيق بالتدريج. حطيت كوباية نزلت بيها وفضلت اعجن، وحطيت التانية، وحطيت معلقة سكر وحبة بيكنج باودر. تمام، وقعدت اعجن، وربع كوباية زيت بالظبط. تمام، مع تاني كوباية دقيق، وقعدت اعجن 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 اعجن. وهنزل بالكوبايه التالتة والرابعه لحد ما اخلي العجينه ما تبقاش ماسكه في ايدك خالص. تمام، اهو بصوا هفضل اعجن فيها بجد يا بنات، حلوه قوي قوي قوي. وكنت عاملاها على الفطار وعجبت جوزي قوي، وعجبت كمان كانت ولاد اختي عندي عجبتهم قوي. تمام، حطيتها كده اهو، هفضل اعجن فيها لحد ما ان هي ما تمسكش في ايدي خالص. كنت هغطيها وهي كده، بس قلت لا، هحطها هنا وهغطيها عبال ما اعمل البانيه. قطعت البانيه قطع كده صغيره خالص اهو. وبعد اما اقطع البانيه هقطع معاه فلفل الوان وفلفل حراق. انت بقى عايزه تقطعي، انا قطعت معاه ما لقيتش الوان، قطعت معاه فلفل اخضر. انت بقى عايزه تقطعي الوان تقطعي اللي تقطعيه. تمام، كنت مجهزه بصلايه والتوابل بتاعه اللي انا بحطها على البانيه، اللي هي عباره عن مرق الدجاج و بصل باودر وتوم باودر وكمون وفلفل وبابريكا. تمام، وحبه كزبره ناشفه يا بنات. ماشي، قطعت كده اهو كده. هقطع كل دون حتت كده صغنونه عشان لما تيجي تحطيها على العجينه. حطيت حبه زيت ونزلت بالبصلايه، ما تستنيش ان هي تتحمر قوي، يا دوبك كده تنعم شويه. تمام، وانزلي عليها بالبانيه على طول. بصوا هستنى كده لما تنعم شويه واروح نازله بالبانيه على طول. بجد عجبتني قوي قوي قوي، وناويه اعملها ان شاء الله مع لانشون. مش لازم بانيه، اعمليها مع لانشون، مع تونه، مع اي حاجه، سجق، جمبري، بصي اللي تحبيه. ونزلت بالفلفل كده على طول. اول ما تحسي ان البانيه شرب الميه روحي نازله بالفلفل على طول، وحبه صويا صوص، وهي دي بقى التكيه، وكمان حبه كاتشب. تمام، ونزلت كده العجينه. عبال ما عملتها كانت خمرت حبه، مفيش دقايق وخمرت. قسمتها نصين وفضلت افرد. تمام، بالبتاعه دي انا مش عارفه اسمها ايه يعني. وبعد كده رحت جايبه صينيه وحطيت فيها حبه زيت. تمام، وفردت كده العجينه فيها. انا قسمت العجينه نصين يا بنات، وهروح حاطه الحشوه كده اهو. هتعجبكم قوي 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 يا بنات، وحلوه قوي قوي قوي، وفي نفس الوقت مش مكلفه خالص. انت ممكن تعمليها بلانشون وزيتون وجبنه كده زي البيتزا بالظبط، بس دي اسهل من البيتزا كمان. وحطيت كمان جبنه. وهجيب النص التاني من العجينه اهو، افرده برضو. تمام، وهحطه كده وهمسك يا بنات الطرفين يعني اقلبهم كده لتحت. تمام، هتروح هي ملمومه معاكي، روحي افرديها كده تاني، بس الطرفين لازم يتلموا لتحت. وتقسميها كده بايدك اهو، علشان انا عندي حبه لبن، فهحط كده عليها حبه لبن من فوق اهو، حبه صغننين خالص. وهحط كده في التقسيمه دي جبنه. هخرمها كده يا بنات، لازم تخرميها وتحطي في التقسيمه دي كده جبنه، وهتشوفوا شكلها قمر. قلت عبال ما تستوي هعمل حبة كده فراولة بقى، ما هروق على الراجل بقى. كان عندي كده حبة فراولة عملتهم. عبال ما عملت الفراولة كانت استوت، اقسم بالله يا بنات. بصوا، ومش لازقة، وهتطلع بصي بكل سهولة، وطرية وناعمة ومستوية. وبصوا، وطعم العجينة تحفة، وعجبت جوزي قوي 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 قوي. تقدري تعمليها. ولو عجبك الفيديو واكلات السهلة دي اعملي لي لايك. باي باي.